اسف يا سليم بيه، بس التليفون من اللواء رئيسي وكان لازم ارد. لا ولا يهمك. سيادتك كنت بتكلمني عن ادهم مش كده؟ معلش هيجيبوا لنا الشاي حالا. لا مفيش لزوم. انا جاي لك من غير ميعاد وعارف طبعا ان انا ممكن اكون عطلتك، بس في الحقيقه الموضوع اللي انا جاي اتكلم سيادتك فيه ملوش اي علاقه بالتحقيقات الرسميه، مفيش اي حد كلفني بيه. بس زي ما تقول كده، المره اللي فاتت لما جينا انا حاسس ان احنا ممكن نكون سببنا لك احراج، وتلاقيني بحاول جدا ان انا اصلح الغلطه دي. متشكر قوي. سليم بيه، وانا في النيابه لقيت اخو حضرتك ادهم بيرمي الورقه دي. ايه دي؟ ده تقرير الطب الشرعي الاصلي، واللي بيثبت عدم وجود اي سم في الاعشاب اللي كانت في البيت عندك. ده معناه ان ادهم ممكن جدا يكون تلاعب بطريقه ما لحد ما يقدر يوصل للتقرير ده، وبالتالي ممكن جدا يكون زور التقرير التاني. والله يا فندم دي معلومه قيمه جدا جدا جدا، وبشكرك على انك وضحتها لي. بس انا في الحقيقه بعتبر ان الموضوع ده خلص، وبصراحه كده يعني مش عايز اتكلم فيه تاني. مع احترامي الشديد لرايك، بس انا بقول انه الوقايه خير من العلاج. بمعنى ان لو في مشكله عويصه بينك وبين اخوك لدرجه انه ممكن يلفق لك قضيه كبيره زي دي كانت ممكن تدمر لك حياتك، فده معناه انه ادهم ممكن يحاول تاني وتالت، والله اعلم بقى ممكن يعمل ايه المره الجايه. فسيادتك بتقترح عليا ايه بالظبط؟ يعني بقترح عليك تحكي لي عن المشكله اللي بينك وبين اخوك. قول لي مثلا ايه اللي كان بيحصل، لو تعرف مثلا ان ادهم عنده تاريخ اجرامي او كان بيحاول يخطط لجريمه ضدك. في الحاله دي انا ممكن اوقفه عند حده. سامح يا باشا، انا بؤكد لسيادتك ان مشكلتي مع اخويا ما تستحقش اهتمامك ده كله. يعني ادم خلاص مسافر دبي ومش هيرجع قريب، يعني تقدر تقول ان المشكله انتهت خلاص. بس انا بوعدك لو حصل اي جديد او احتجتك في اي حاجه هتصل بيك فورا. اخليهم يجيبوا الشاي؟